أول شيء يعطيكم العافية جميعا. لقائنا اليوم بالصيفي مع الشيخ سامي بوجود الزميل النائب نديم جميل هو لقاء تنسيقي لكيفية مقاربة المرحلة الجاية إن كان بالاستحقاق الرئاسي وإن كان بالسياسة، لأنه من كتير الأمور اللي سمعتها بهالأسبوع أسبوعين عم بيصير في بتقديري وبتقديرنا مقاربات خاطئة. المقاربة الأساسية أنه نحن بظل معركة سياسية لاستعادة سيادة البلد، لاستعادة الدولة ومؤسساتها من لعبة المحاصصات والانهيارات والفساد، ولاستعادة كرامة الناس والثقة بالبلد والاقتصاد والإصلاحات الاقتصادية المالية اللي رح تمنع أو توضع حد للذل اليومي اللي عم بيعيشوه اللبنانيين وقتها بدهم يحصلوا على حبة دواء أو وقتها بدهم يبعتوا أولادهم على المستشفى أو على المدرسة أو حتى لسوء الحظ وقتها بدهم يحصلوا على رغيف خبز. فإذا المعركة منا معركة أشخاص وأصوات، المعركة هي معركة سياسية. أكيد المدخل لها هو انتخاب رئيس جمهورية لاسترجاع الانتظام للمؤسسات، بس انتخاب رئيس جمهورية سيادة إصلاحي قادر على إنقاذ البلد وعنده طرح واضح للحلول. هيدي المقاربة المشتركة اللي عم نبني عليها انطلاقا أكيد من الوقائع، أكيد من توازنات المجلس النواب، ولكن المعركة منا معركة نيابية تقنية سياسية بالمعنى التقليدي. المعركة هي معركة سيادية إصلاحية إنقاذية، وهيدا بده يتطلب مزيد من التعاون بين بعضنا، مزيد من التنسيق بين بعضنا، وبده يتطلب أنه نحط كتفنا على كتف بعضنا تنقدر ننقذ البلد. وشكرا. المقاربة رح تختلف بالجلسة ال11 عن الجلسات ال10 اللي شفناهم بالسابق. ممكن تنتقلوا لخطة ب مثلا، ممكن نشوف غير ميشيل معوض مرشح. يعني خليني أكون واضح بهذا الموضوع. أنا بالنسبة لإلي ولا في خطة ألف ولا في خطة ب ولا في خطة جيم، في خطة واحدة هي إيصال رئيس جمهورية سيادة إصلاحي إلى مجلس النواب. وأنا سبق وقلت أنه أنا عم بترشح انطلاقا من مقاربة سياسية مبنية على الأسس اللي حكيناها، وانطلاقا من خريطة الطريق بتقول أنه لازم نحاول نجمع المعارضة بكل مكوناتها تنقدر نجيب حول المرشح أولا أكثرية تنقدر نخوض فيما بعد معركة التلتين. فإذا وقلت وبرجع أقول أنه أي مرشح قادر أنه يوصل لهيدي الأكثرية أنا خذ له معركته من دون ما نوقع بفخ أنه تتحول المعركة إلى معركة أصوات، هاي 46 وهيدي 43 وهيدي 42 وهيدي 42 ونص. المعركة منا معركة أصوات، المعركة هي معركة استعادة توازن بالبلد لصالح مشروع الدولة. هيدي هي المعركة. تحويرها إلى مين أشقر ومين أسمر ومين شعره أطول ومين شعره يعني أقصر، أنا برأيي منكون عم نوقع بفخ تحويل هالمعركة إلى معركة تقنية. فإذا أي مرشح بيعمل فرق نوعي وبيؤدي لجمع 65 صوت نحن إلى جانبه ومنخذ له معركته. شكرا. يعطيكم العافية. أول شيء أهلا وسهلا بأستاذ ميشيل زميلنا صديقنا ببيت الكتائب ببيته. أنا بس بدي أقول كلمتين على السريع، ما رح طول عليكم، بس أقول أنه مش المهم ننتخب رئيس، المهم أي رئيس عم ننتخب. فبقدر ما عنا هاجس أنه نعبي الفراغ، عنا كمان هاجس كيف بدنا نعبي الفراغ، لأنه مرة الماضية حطينا حالنا بموقع أنه بدنا نعبي الفراغ شو ما كان مهما كلف الأمر، دفعنا الثمن كتير غالي وصرنا نترحم على الفراغ، لأنه 6 سنين
يلي قطعنا فيها من بعد الفراغ كانت أسوأ بكتير من الفراغ اللي كنا فيه قبل 2016. لهذا السبب نحن بالنسبة لنا بقدر ما نحن عنا هاجس أنه ننتخب رئيس، عنا هاجس أي رئيس عم ننتخب. بدنا رئيس يستعيد الدولة، بدنا رئيس يحل مشاكل البلد ويصالح اللبنانيين مع بعضهم، مش يكون عم بياخد طرف ويكون عم بيلعب دور أبو ملحم يرقع ويأجل ويضيع لنا وقتنا 6 سنوات بالوقت يلي البلد عم بينهار واللبنانيين عم بينهاروا معه. انطلاقا من هون نحن رح نكثف كل تنسيقنا مع كل أصدقائنا، بدءا بصديقنا ميشيل وغير كمان أصدقاء عنا إياهم بالمجلس النيابي، وعم ننسق نحن وياهم كرمالتا ننسق سوا ونشتغل سوا لإيجاد الحلول اللازمة تنقدر ننتخب رئيس جمهورية بيليق بالبلد وبتضحيات اللبنانيين بأسرع وقت ممكن. نحن بالنسبة لنا تحدي كبير، ولكن إن شاء الله بال2023 نقدر نقدم للبنانيين نقلة نوعية ونفتح صفحة جديدة بتاريخ لبنان تكون صفحة مشرقة. يعطيكم العافية. يعني بفتكر جلسة 11 إذا استمروا الشباب لأنه في شغلة ملفتة عم تحكي أنه هل في بلان بي أو بلان سي. يعني نحن قاعدين بنقدم بلان A و B و C و D، وهن قاعدين مكتفين إيديهم قاعدين على الكنباية، لا B لا C لا J لا، جيبوا لنا غيرهم، يلا قدموا لنا مرشحين، وهن قاعدين ولا بيقدموا حدا ولا بيرشحوا حدا ولا بيقولوا لنا شو بدهم ولا بدهم شيء. فنحن ما شغلتنا أنه نقعد نمشي لهم أمورهم والمسؤولية منا علينا. نحن عم نقول نحن عنا مرشح، رشحناه اشتغلنا معه، جاب ثلث الأصوات بالمجلس، يتفضلوا هن يقدموا مرشح يجيب ثلث أو أكثر، وإذا قدروا يجيبوا له 65 صحتين على قلبهم. ومن بعدها بناء على وجود مرشحين وبناء على معادلة انتخابية واضحة، ساعتها بنشوف كيف بدنا نلاقي اسم يقدر يكون مقبول بمعاييرنا، يقدر يتخطى 65 ويقدر ينتخب رئيس جمهورية. ولكن نحن مطلوب منا انه نقدم مرشحين وهن قاعدين عم خديتهم مرتاحين عم بيقولوا لنا لا غيره غيره غيره، لا هيدي مش منا نحن بهذا الوارد. شكرا.